السلام عليكم. متابعيني الأوفياء، في هذا الفيديو سنقوم بإعطاء نصيحة لكل من يقوم بتطعيم شجرة الفستق في أواخر فصل الصيف في بداية فصل الخريف. عندما يقوم بتطعيمها تتوقف الشجرة عن النمو، وبالتالي حتى تطعيمها هذه التطعيمة تتوقف عن النمو ولا وتكون ناجحة. التطعيمة لا تفشل، وهناك من يظن أنها فشلت ويقوم بإهمال الشجرة، وبالتالي تموت التطعيمة. لذلك عندما تجد التطعيم لن تنجح معك في أواخر فصل الصيف وفي بداية فصل الخريف، فقم بإعطائها ريات جيدة من الماء، وقم بالاعتناء بها بشكل جيد، فيمكن أن تبدأ تستأنف النشاط في بداية آه، النشاط في فصل الربيع. هذه الشجرة قم بتطعيم فصل الخريف، وكما تشاهدون بدأت بإنتاج بدأ بمكان التطعيم بالنمو في فصل الربيع. بعد حوالي 6 أشهر أو 7 أشهر بدأت بالنمو. لم تفشل مع التطعيم. كيف لاحظت ذلك؟ لاحظت أن التطعيم ما زالت فيها هناك منطقة التطعيم ما زالت خضراء، وبالتالي لم أيأس، وقمت بإعطاء ريات جيدة للشجرة، وكما تشاهدون بدأت بالنمو. سأريكم بعد حوالي أسبوع 10 أيام كيف أصبحت هذه التطعيمة. كما تشاهدون نجحت معي 100%، وبدأت بإعطاء أوراق جديدة. لذلك متابعين أوفياء، عندما تقوم بتطعيم الشجرة في أواخر فصل الخريف تبدأ الشجرة في طور السبات وفي التوقف عن النمو، وبالتالي حتى التطعيمة تتوقف عن النشاط. لا تفشل معك التطعيمة، وإنما تتوقف عن النشاط. لذلك لا تهمل هذه الشجرة المطعمة، وقم بإعطائها ريات جيدة من الماء والاعتناء بها بشكل جيد، وإن شاء الله فصل الربيع ستبدأ بالنمو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.